بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده يا بنات هعمل كده معاكم فراخ، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده، محشيه بالكبد والرز والكبد والقوانص بطريقه جميله قوي وسهله وبسيطه على اي بنوته كده لسه داخله المطبخ. يا ريت بقى اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش في لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل اي حاجه توصل لكم ان شاء الله. طبعا يا بنات زي ما انتم شايفين كده الفرخه هي محشيه طبعا، والشوربه بتاعتها جميله جدا جدا. طبعا حط عليها كده نص ليمونه، بسم الله ما شاء الله، والطعم حكايه. طبعا والرز مفرفر اهوت يا بنات زي ما انتم شايفين كده، مش معجن ولا حاجه. وطبعا انا عايزه اقول لكم الريحه جنين. يلا يا بنات نبدا بسم الله ونشوف الطريقه مع بعض. طبعا يا بنات انا اول حاجه كده معايا، انا عندي كده فرختين بلدي بسم الله ما شاء الله، غسلهم كويس جدا ونقعاهم كده في خل وملح وليمون زي ما انتم شايفين كده لمده نص ساعه. خلاص يا بنات انا غسلت اهيت الفراخ اهيت وصفيتها زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ان احنا نتبلها. طبعا انا عندي التتبيلة بتاعتي، عندي هنا عبارة عن بصل وفلفل وطماطم. طبعا بقى لو انت ما عندكيش كبة هتعملها في الخلاط زي ما انا عاملة كده. خلاص بقى يا بنات هبدأ كده احط التوابل بتاعتي، عبارة عن ملح وفلفل وكمون وبهارات فراخ. هقلب بقى يا بنات التتبيلة دي كويس جدا كده. طبعا احط كده معلقتين خل برضو كده، وابدأ اقلب كويس جدا الخلطة الجميلة دي. طبعا دي يا بنات الخلطة اللي تعملي بيها الفراخ، سواء بقى انت هتعمليها بقى مشوية في الفرن او في الشواية. طبعا دي جميلة جدا. هبدأ بقى يا بنات ان انا اجيب الفراخ بتاعتي كده، اتبلها كده من بره ومن جوه بالخلطة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طبعا انا بسيب الفراخ يا اما قبلها بيوم، يا اما لو انا مستعجلة عليها قبلها بساعتين تلاتة. طبعا بتفرق معايا جدا يا بنات في الشوي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، انا بنزل بالتتبيله كده من بره كده ومن جوه. خلاص بقى كده يا بنات بقيت التتبيله كده انزل كده بيها عليها. ابدا بقى يا بنات ان انا الف الفراخ بتاعتي كده، يا اما احطها في كيس كده واقوم قافله عليها كويس، يا اما الفها بستريتش واحطها على رف التلاجة. اقل حاجه يا بنات تبقى 3 ساعات. خلاص يا بنات ابدا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا. طبعا بقى هبدأ ان انا كده اعمل يا بنات الخلطة اللي انا هحشي بيها الفراخ بتاعتي. طبعا انزل كده بحتة زبدة بلدي، وطبعا شوية زيت صغيرين كده معلقتين تلاتة. وعندي هنا بصلاية، يا اما تبشريها يا اما تقطعيها شرايح صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. يا دوب يا بنات البصلاية تدبل معايا، انزل بالكبدة بتاعتي. طبعا بقى لو انت عندك كبدة فراخ، كبدة بط، اي كبدة عندك او قوانص. طبعا يا بنات انا نزلت كده بالقوانص الاول عشان القوانص بتاخد وقت معايا في السوا. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات فات كده 5 دقايق كده على القوانص بتاعتي دبلت اهيت خالص مع البصلايه. طبعا نزلت بقى هنا كده بالفلفل الالوان والطماطم. هبدأ بقى يا بنات ان انا اقلبهم كويس جدا واسيبهم برضو كده على النار لمدة 5 دقايق. طبعا يا بنات انا عندي هنا فصين 3 توم كده قطعتهم كده شرايح كده صغيرة، انزل برضو عليهم كده. طبعا التوم يا بنات بيدي تست عالي جدا لاي حاجة، اي اكل انت بتحطيه عليه. خلاص يا بنات عندي هي القوانص هي استوت هي يعني داخله هي على سوا. طبعا انا عندي يا بنات هنا الكبده برضو بتاعتي غسلتها وهنزل بقى عليها. انتوا عارفين يا بنات ان الكبده ما بتاخدش وقت خالص في التسويه. طبعا بقى قلبت يا بنات البصل على الفلفل على الكبد على القوانص زي ما انتوا شايفين كده. خلاص يا بنات اهوت فات بتاع 10 دقايق. طبعا الكبده هي دخلت على سوا القوانص. طبعا بقى عندي التوابل بتاعتي عباره عن ملح وفلفل وكمون. عندي بقى يا بنات هنا كوبايه رز غسلتها كويس جدا. طبعا وابدا ان انا اقلب يا بنات الرز كويس قوي مع نص كوبايه ميه صغيره، لان يا بنات انا مش عايزه الرز يبقى مستوي، انا عايزاه ينزل نص سوا عشان لما احشيه في الفراخ وينزل في قلب الشوربه يكمل التسويه بتاعته. طبعا كده تمام كده معاكم قوي.
طبعا انا ماشيه اهو معاكم خطوه بخطوه. خلاص يا بنات الرز اهوت انا نزلت نص سوا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى يا بنات هجيب الفراخ بتاعتي وابدا ان انا كده احشيها. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله، انا عندي الفرخه بسم الله ما شاء الله يعني منها كده مليانه كده. طبعا انا هحشيها كده بالمعلقه. هبدأ بقى يا بنات ان انا اقفلها كده عشان خاطر الرز بتاعي لما انزله في قلب الشوربة ما يخرجش بره. طبعا بقى انا عايزة احشي كده يا بنات البطن بتاعتها برضو كده من بره، الصدر بتاعها كده من بره. طبعا انا عندي الجلد كده مفكوك شوية. طبعا انا برضك ان انا هبدأ كده احشيها، وفي نفس الوقت انا عندي كده سلكة سنين هبدأ ان انا اقفلها بقى في الاخر. بصوا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده انا حشيت اهوت بطنها من بره برضو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. انا جبت اهيت القطعات اهيت اللي مقطوعه فيها بس بسلكت السنان كده وقمت مقفلها كلها. طبعا يا بنات بقيت الرز بتاعي هبدا ان انا اسويه تاني بقى، لان انا كنت منزله الرز نص سوا. هبدا بقى ان انا احطه كده على النار وازوده ايه نص كوبايه شوربه كمان يا بنات عشان يكمل السوا بتاعه. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا عندي حله كده برضو عايزه احط بيها العقد بتاع الفراخ بتاعتي. يا دوب يا بنات الميه تغلي معايا وانزل بالتوابل. طبعا انا عندي هنا بهارات، حاطه هنا فلفل اسمر وملح وورق لورا وحبهان وطماطمايه. خلاص يا بنات الشوربه اهي غليت معايا كده، نزلت اهي بالفرخه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا بنات يا دوب بس تغلي معايا كده غلوه وهدي عليها النار. والرز اهوت يا بنات معايا بقيت الرز اهو طبعا بسويه زي ما انتوا شايفين كده. خلاص يا بنات بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهيت الفرخه. طبعا انا حمرتها كده في الفرن والطريقه سهله وجميله جدا. وعايزه اقول لكم يا بنات ان الريحه بسم الله ما شاء الله جميله قوي قوي قوي. وعايزه اقول لكم يا بنات ان الشوربه بتاعتها بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. والفراخه اهيت مستويه معايا. يا ريت بقى اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش في لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل اي حاجه توصل لكم ان شاء الله. وبألف هنا وشفا يا بنات اللي شاف الطريقة وهيعمل زيها. أهم حاجة ما تنسونيش في اللايك والتعليق الجميل اللي زيكم. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.